اذا ايتمنى اون بيرسون كيأكد لينا باللي السوري عمر السوماري قال اموره مع العروبه السعودي، جمع الباكطاج ديالو وطار عند امين بن هاشم الامريكا باش يدير يديه مع الوداد في تحدي مونديال الانديه اللي داخلين عليه. انتداب قوي كيتعلن عليه زلزل مواقع التواصل الاجتماعي. ملي كنقول زلزل ثق بيا انا حرفيا كنقصدها. خونا عنده شعبيه قدها قداش وباز فان كتخلع. ملي دخلت شفت ردود الفعل تصدمت. سوريا كامله ولات وداديه. جمهور الاهلي السعودي كامل حيد الابيض والخضر وضرب الحمر، وعاد زيد التفاتف اللي جايين من الكويت وقطر. كلشي فرحان باللاعب، كلشي باغي يتبعوه، كلشي باغي يشجعوه ويشجع الوداد معاه. هذا في حد ذاته ربح. ولكن الربح بصح اللي كيساينوه الوداديين هو شي بيت على السيتي، شي فرا بيضهشر بها اليوفي، ولا شي دوبلي كفن بها العين. الجمهور باغي يشوف امباكت هذا التعاقد في التيران، وباغي هاد الصفقه تعاون الوداد في الروينه اللي داخل عليها. واش السومه يقدر يدير هادشي ولا لا؟ هادشي اللي نشوفوه في هاد الحلقه. واخا عمر السومه 36 عام كيلعب برجلو اليمين وكيشغل مركز مهاجم صريح، ما نحتاجش نهضر عليه بزاف ولا نعرف به حيت انت بالتاكيد كتعرفه. ضروري غادي يكون التشارج ديالو واصلك، وضروري تكون تسطحتي مع شي خبر ليه، شي رقم سجلو، شي فيديو ولا شي لقطه. الا ما كنتي سمعتي على التالق ديالو مع الاهلي السعودي وثلاثه الدوريات اللي خدا معاهم واللي كان عنصر مؤثر في تحقيقهم، يكون وصلك باللي هو الهداف الاجنبي التاريخي الدوري السعودي، وباللي حمد الله باغي يحيدها ليه. الا ما كنتيش شفتيه هو متالق في العربي القطري، تكون شفتيه العام اللي فات هو في العروبه السعودي وكيسجل 11 البيت في 17 ماتش، وكيقدر يكون الهداف التاريخي لهاد الفرقه. ولا غادي يكون وصلك بلي راه كان الهداف في جميع الدوريات اللي لعب فيهم، ولا القليله تكون شفتي الكفره اللي سجل السيمانه اللي فاتت مع المنتخب السوري وكيفاش لصق ما في 90. يعني خونا معروف بزاف، مشهور بزاف، اسم مألوف، ما كاين لاش نضيعوا الوقت في تعريفه. اجي نسكيبيو هاد البارتيه وندخلوا في المفيد وداكشي اللي كيهمنا. وضعيه اللاعب دابا، مستواه، فكره انتقاله للوداد باش يعاون، واش هو تعاقد مفيد كرويا ولا بوسخاوي وصفقه ديال تصاور وانستغرام. واخا عمر سيدي كيف ما العالم العربي كامل عارف، مهاجم بخصائص تهديفيه مرعبه، قتال، حافظ طريق الشبكه، والفينيش عنده متمسمو. حطو في وضعيه مزيانه وتفرج كيفاش يبرعك. تشوف هدوء ماشي طبيعي، وبسرعه يقرا كاع المتغيرات اللي حداه، وفي اجزاء من المئة تاخذ منه القرار الصحيح والتنفيذ الجيد. سيد حاسم بشكل كبير، جيد في الكرات الهوائيه، كيلعب براسو مزيان وفي نفس الوقت كيلعب برجليه بجوج، وعنده قدره كبيره على التسديد من بعيد. ملي كنقول قدره كبيره راه ما كنزيدش فيه. رجلو عامره، تكنيك خطير، سهل عليه يجمع بين القوه والقدره على التاطير، وإلا حكم بالون هيسر تلقى ليها في القنب. وهذا هو عمر السومه، وهادو هما مميزاته. ماشي داك المهاجم السريع، ماشي داك المهاجم المهاري، ماشي ديك القوه البدنيه اللي كتخلع، ولكن مهاجم بوكس بخصائص جيده كتخليه مزيان الاسلوب اللعب المباشر ومتناغم مع الكره اللي كيبغي بن هاشم ومع الافراد اللي المفروض يدوروا به. هادشي مزيان. اللي ماشي مزيان هو السيد كبير في العمر، في الفاند كارير ديالو بزاف من دوك الخصائص اللي هضرنا عليهم نقصوا، بما فيهم لياقته البدنيه. وهنا بالضبط فين كاين الجو، فين كاين اشكاليه هذا التعاقد. حيت ملي كتشوف العمر السيد وكتشوف معاه الخصوم اللي تلعب ضدهم وكتحط التوقع على الطريقه اللي تلعب بها، اول سؤال كيجيك في بالك واش خونا يزطط. بمعنى ملي كتقول لي الوداد لعب ضد السيتي، فانا من دابا نضمن لك باللي غوارديولا يشد بالون بنسبه استحواذ ما كتقلش على 65% الا ما كانش كثر. يعني غادي تحتاج لعابه 90 دقيقه هما كيجريو مور كره، 90 دقيقه والضغط عليهم، و90 دقيقه وهما كيدافعوا. في نفس الوقت من يشدوها خصهم يمشيو في تحولات، ومطلوب منهم يضربوا سبرينتات ويدخلوا في سباقات سرعه مع لاعبين واقفين ومحافظين على الطراوه البدنيه ديالهم. واش هادشي ممكن السومه يديروا؟ ما عرفتش، ما تفرجتش لخونا مؤخرا، ما عرفتش كي دايره حالته البدنيه، ما عنديش بالضبط شحال من كيلومتر كان كيجري في كل ماتش، وما عرفتش كيفاش كان كيدير في السعوديه قدام فراقي اللي كيشدوا كره بحال الهلال، الاهلي والاتحاد. ولكن بالنسبه لواحد في عمره 36 عام سهل عليا نخرج عيني ونقول صعيب بروفيل بحال عمر السومه تقول ليه جري، غطي، دافع، سير معنا في التحولات وبقى مركز قدام الشبكه. وهنا السؤال، واش هادشي كيعني باللي هاد التعاقد ما مزيانش وغلطه ما كانش خاصها دار؟ شوف باش نكونوا واضحين، السومه كيف قلت مهاجم واعر، لاعب كونفيرمي، خبره كبيره، مناسب جدا للعب المباشر والكره اللي باغي يلعبها امين بن هاشم، وشخصيا كنشوفه في هذا العمر كيبقى افضل بكثير من جميع مهاجمي الوداد. تعاقد بهذه القيمه الا قلتي عليه ناقص تسمى كتخربق، ولكن في نفس الوقت تجيبه وطلب منه يدير شي حوايج ما عندوش حتى هي تسمى كتخربق. وهذا بالضبط هو البوليميك اللي طايح فيه بن هاشم، واللي متشوق صراحه نشوف كيفاش يدير يتعامل معاه، شنو يدير فيه، وكيفاش يعجل الوداد اللي بين يديه ويخرج لنا شي وصفه سحريه وتوليفه نقدروا بها نستافدوا من امكانيات السومه ومميزاته ونغطيو بها على عيوب. لا في ماتش السيتي اللي كيف قلت غادي تكون قدام فرقه تشد عليك كره وتجريك بالمزيان، لا في ماتش اليوفي اللي تكون قدام فرقه براغماتيه كطير في اللعب المباشر وعندها
فيها لعب بدني، لا في ماتش العين اللي غادي تكون مطالب فيه دير لعبك تموني لو جو وتخرج دير لا ديفيرونس. هذا هو السؤال امين، كيفاش اخويا كيفاش تجونغلي بالسومه وتخليه يعاونك باش تشوف كي دير تسلك ماتش السيتي، تشوف كي دير تشمت الطليانيين وتطحن الاماراتيين. بوليميك كيف قلت كبير، نصبروا ونشوفوا بن هاشم شنو يدير فيه. قدروا تخليوا لنا رايكم في التعاقد وفرص نجاح اللاعب في قناه التعليقات. بالنسبه لينا كان هادشي كل ما كيتعلق بعمر السومه والوداد. حنا تلنا حلقتنا سالات. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم، تشتركوا في القناه. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.